تعالوا بقى وركزوا معايا في الفيديو ده وقولوا لي بيتباع عندكم بكام واتضحك عليا ولا لا. انا راجعه من الشغل، عديت على محل بالسمك، ببص لقيته حاطط سردين، بس لقيت الحجم اللي قدامكم ده يعني حجمه حلو. بسأله بكام يا عم السردين ده؟ قال لي ب 80 جنيه. قلت له بجد ب 80؟ هو السردين يا جماعه وصل للسعر ده امتى؟ السردين ده اصلا انا اعرف ان هو بيتباع كان رخيص جدا. المهم جبت كيلو علشان اجربه، وللامانه انا اول مره اعمل سردين في حياتي، انا اول مره اصلا ادوق طعم السردين. المهم جبت السردين، غسلته. هو اساسا مش مستحمل، يعني شلنا الراس وشلنا في النص كده مكان الدم وبس، وشطفناه تحت الحنفيه وعصرت عليه ليمون وبس. هو مش مستحمل احط عليه اي حاجه تانية وسبته يتصفى. هنيجي بقى للتتبيله، حطيت راس توم، حطيت هريسه شطه، بصلايه صغيره، واحده فلفل رومي وواحده طماطمايه، وهعملها تتبيله كده حلوه عظمه زي اللي انا بعملها للجمبري. خلاص. والمهم حطيت لها كمان نص جزرايه، والتوابل بتاعتنا بهارات سمك، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، وطبعا ما ننساش معلقه خل صغيره، عصير ليمونه كامله، كمان حطيت شويه زيت. عايزه اقول لكم للامانه التتبيله دي اللي انا بعملها لما كنا هعمل جمبري مشوي. خلاص. المهم السمك او السردين بعد ما اتغسل واتصفى حطيته على التتبيله. وبعد كده ايه، هو مش محتاج ان انتي تحشيه من القلب بتاعه، انتي تقلبيه بس في التتبيله وتمام. هترصيه في الصينيه بتاعتك. وعايزه اقول لكم باقي التتبيله حطيتها من تحت ومن فوق السردين، يعني غطيته بالتتبيله عشان يشرب منها كويس. وطبعا الاسماك عموما من الحاجات اللي هي ما بتقعدش في التتبيله، هي بتتبل وتسويها على طول. من على الوش كده هحط زيت كويس، وبعد كده هدخله فرن حامي على اعلى درجه حراره. السمك عموما ما بياخدش وقت طويل في الفرن، هي ربع ساعه بس. اول اتحمر من تحت، بعد ربع ساعه شغلت الشوايه خد لون بسيط وخلاص. وكمان كانوا طالبين ان انا اعمل رز بشعريه، فانا عملت معاه رز بشعريه تمام. يعني انا عملت السردين معامله 5 ستار لما لقيته بالسعر ده بصراحه. فقولوا لي انتوا بتعملوه ازاي، او افضل طريقه للسردين بتتعمل ازاي؟ ولو انا هشتريه بعد كده اشتريه بكام؟ سعره عندكم كام يا جماعه؟ هو معقوله وصل 80 جنيه؟ وكمان جربوه بطريقتي، يا رب يعجبكم واشوفكم على خير في وصفات جايه كتير، واكتبوا لي رايكم اسفل الفيديو ضروري. باي باي.